كده يا بينا، الموز بدأ يسود والآيس كريم بيطير فين اللبن؟ ايه ده؟ مفيش لبن يا دودي، خلصتيه اكيد على النسكافيه بتاعي. مفيش لبن؟ هو في شيك من غير ملك؟ ده هيتشرب ولا هيتعمل سندوتشات؟ البسي شبشبك، هننزل السوبر ماركت اللي تحت ازازة ونرجع، الموضوع مش هياخد دقيقتين. حذر المواطنين، حدث خطأ في الاستيراد. هناك شحنة لبن مستوردة من ألمانيا تحتوي على مادة كيميائية شديدة الانفجار تشبه اللبن تماما. وصلت الأسواق، يرجى الحذر وعمل اختبار بسيط قبل الاستخدام. بصي يا دودي، الازازة دي احنا مش بنستخدم لبن عادي، ده ألماني مستورد، الجودة الألمانية لا يعلى عليها. لكن يا بينا دي شكلها غريب شوية، دي بتنور. هي مجرد دقة ألمانية في التصميم. انتي قريتي النشرة دي؟ مكتوب عليها تحذيرات ب5 لغات، يعني منتج احترافي. يلا بينا على الكاشير. دودي ركزي معايا، احنا مش هنعمل ميلك شيك مصري عادي، احنا هنعمله دوتشا كواليتيت. الازازة دي مكتوب عليها تحذيرات كتير، وده معناه انه منتج مطرقع. يا بينا التحذيرات دي شكلها يخوف. الراجل اللي في الراديو كان عمال يقول اختشونج وحاجات بتزعق كده. يا بنتي اختشونج يعني انتباه، الألمان بيحبوا يلفتوا نظرك عشان تستمتعي بالجودة. شوفي مكتوب هنا ايه؟ فيرسيشت هوخ اكسكلوسيف. دي اكيد كلمة ألمانية معناها قشطة طبيعية زي انفجار الطعم في البق. انفجار؟ انا قلبي مش مستريح. تفتكري لو شربناه هنتكلم ألماني زيهم؟ طبعا، من اول شفطة هتقولي دوتشلاند فورا. يلا هنعمل الاختبار اللي قالوا عليه بس باسلوب ألماني منظم. بينا، هو اللبن بيعمل تست ليه؟ هو اللبن الألماني بيعصب الكوبايات كده ليه؟ دودي، هو اللبن المفروض يغلي وهو ساقع. يمكن ممكن عندها سخونية. عندها سخونية ولا عندها عسر هضم وده فوار.